واكتب محمد بن عبد الله. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أمحو اسمك من النبوة أبدا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: امحها يا علي، وعلي يقول: ما أمحو اسمك من النبوة أبدا. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة. أعيدها عليك مشان تفهم منيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة. هل خرج عندك علي بن أبي طالب عندما أبى أمر النبي وأن يمحو اسمه من النبوة؟ خرج من دائرة الإسلام كما أخرجتم الصحابة من دائرة الإسلام. الصحابة من دائرة الإسلام. الصحابة من دائرة الإسلام. الصحابة من دائرة الإسلام. طيب ارجع اخوان ارجع. سفير صوتي مسموع؟ أسمعك نعم. إيش اللي صار؟ طيب خليه يرجع. ابتعد عن الهاتف، واذا تبتعد عن الهاتف يصير هذا. لا حجينا، لا حجينا، لا دخلت. طيب خذ المداخلة حاج ياسر. اخوان، وهذه المداخلة الخامسة لأبو عمر لم يجاوب على أي سؤال. يوجد صحابة اثنين، نوعين من الصحابة: صحابة ساندوا رسول الله وصحابة ساندوا عمر. من هم على أصح؟ الذين ساندوا رسول الله على الذين ساندوا عمر بن الخطاب. وهل عمر بن الخطاب نبي؟ حتى يعني بالله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقولون ما قال عمر. كارثة. زين، قلت لك من صلى بالناس؟ ما جاوبت. قلت لك سعيد بن جبير متى روى الرواية عن ابن عباس؟ ما جاوبت. عمي جاوب لك على جواب، جاوب على جواب واحد. تروح علي بن ابي طالب وافقه رسول الله صلى الله عليه واله في صحيح البخاري حجة القضاء عندما قال: آتني بها يا علي. فأخذ الكتاب من علي وكان لا يحسن أن يكتب وكتب، والنبي طلع يقرأ ويكتب في صحيح البخاري، فكتب: هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. النبي طلع يكتب في صحيح البخاري حجة عمرة القضاء. أخوان، في صحيح البخاري النبي يقرأ ويكتب. روحوا يا سنة يكذبون عليكم. حجة القضاء قرر لعلي بن أبي طالب فأخذ منه الكتاب، ما طرده. لأن علي بن أبي طالب وابن حجر يقول من الأخلاق والآداب العالية لعلي بن أبي طالب. أنت تروح لعلي بن أبي طالب، خليك بالرزية، لك رد على المصيبة اللي عندك، اللي سميت الرزية يعني المصيبة. لماذا سميت المصيبة؟ ابن عباس يقول مصيبة. شنو المصيبة اللي صارت بها؟ إذا أنتم تقولون بأنه ليس هناك برضا وكيف على عمر، لماذا سماها ابن عباس مصيبة؟ لماذا سميت بالمصيبة؟ الله أكبر عليكم. ليش تكذبون أنتم؟ رسول الله يتكلم ويقول ما قاله عمر. شنو ما قاله عمر؟ ليش هو النبي منه؟ أطيعوا الله وأطيعوا عمر، لو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما أتاكم الرسول فخذوه لو لا. يا حبيبي، انت تحكي صدق؟ انت قل لي
من هم على صح؟ سألتك سؤال، الذين وافقوا النبي لو اللي وافقوا عمر؟ أنت خليه يا أبو آزر يلزمه بالسؤال، من الذين هم على صح؟ الذين وافقوا أم الذين وافقوا النبي الذين وافقوا عمر؟ من هم على صح؟ نبيهم عمر؟ هذا سؤال مطروح. جميل جدا. أبو والله. عمر الشامي. نعم، سمع وخليه سؤاله يجاوب بدون على ما هذا. أكرر. البخاري. طيب بدون ما أكرر جاوب أبو عمر. جلب راح أجاوبه من هم الأصح. جلب من صحيح الإمام البخاري أن النبي قال لعلي امحو رسول الله، فقال علي لا والله لا أمحوك أبدا. النبي يقول امحو يا علي، لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب. الله أكبر. هذه الرواية تدل على أن النبي لا يعلم الكتابة. وشو بيقولنا عقيل؟ بيقولنا السيد أسد، بيقولنا النبي لا اعمل ميوت نفسك لعنا، نفسك لعنا. أنت مع مين عم تحكي؟ مع الجن؟ سبلت يا ولد، السبلت، السبلت هذا أم زكي. إذن فسأل هو من هو الذي كان على صح؟ الفريق الأول الذي قال قربوا أم الفريق الذي قال استفهموا؟ الجواب نقطتين، هذا على صح لأنه فهم، وهذا على صح لأنه لم يفهم. فالنبي بالدليل أنهما على صح أنه وافقهما بعدم كتابة الكتاب. ما إجا النبي وكتب الكتاب، إذن وافق المعترضون أم لم يوافق؟ لو قلنا بأن هناك معترضون، وافقهم النبي الذين اعترضوا على أن يكتب الكتاب، وافقهم أم لم يوافقهم؟ نعم وافقهم. أين الدليل على أنه وافقهم؟ أن النبي مات ولم يكتب الكتاب. إذن وافق النبي بفهمك أنت على المعترضين ولم يكتب الكتاب. قالوا لا نريد أن يكتب الكتاب، فقالوا للنبي نعم لن يكتب الكتاب. خاف منهم؟ والله يعصمك من الناس. الجواب لا، ما خاف منهم، إنما وافقهم النبي. لنذهب إلى علي. هل علي عندما اعترض كما اعترضت الصحابة في رزية الخميس عندما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يمحو اسمه من النبوة، هل النبي وافق عليه ولم يمحو الاسم؟ لا، قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق علي وضرب باعتراض عن علي عرض الجدار، وقام النبي ومحى الاسم. فشتان من بين من يوافقه النبي في أنه اعترض على كتابة الكتاب فوافقه النبي ولم يكتب الكتاب، وشتان بين من علي بن أبي طالب كما في كتبك أنه رفض أمر النبي. قال تعالى ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قام علي بن أبي طالب في كتبه قال ما أمحو اسمك من النبوة أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية القرآنية ما آتاكم به الرسول فخذوه. ليش ما أخذوا عليه؟ ليش ما أخذ في أمر النبي؟ ليش رفض أمر النبي الذي قال له امحو يا علي ما أمحو اسمك، امحو يا علي ما أمحو اسمك، امحو يا علي بلم. قال النبي إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة. سؤالي لك، لماذا علي رفض أمر النبي الذي قال له النبي امحو يا علي؟ فقال النبي ما أمحو اسمك، والله يقول ما آتاكم به الرسول فخذوه، ويقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. معك المايك سيد بللم. لحد الآن ما جاوب، بس جاوب اخوان جواب خطير. أو كجاوبك عاد أبو جاوب جواب واحد، من صلى بيهم الجمعة؟ ما جاوب. ما جاوب، من صلى الجمعة؟ أجيبك. إذا لا جيب عندهم زكي سوي ميك. اخوان، علي بن أبي طالب قال يا رسول الله والله لا تأخذ يدي أنا أمحو. الله أكبر. شوف علي بن أبي طالب يعني يقول له لا تأخذ يدي أنا أمحو.
وين هذا؟ يقول له يهجر، غلب عليه الوجع. ابدا اسكت انت، تجيب علي بن ابي طالب الذي يقول عليه ابن الحجر كامل اتباع لرسول الله صلى الله عليه واله. علي بن ابي طالب كامل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه واله. اخوان، الان قال كلام خطير، يقول الصحابه ما يفتهمون، قسما بالله قالها. ابو ازر افتح ميوت، قالها لو لا؟ قال ذولا افتهموا وذولا ما يفتهمون، صح لو لا؟ نعم قال كلاهما على لا، صواب. شلون انت مسلمين بيد الصحابه وما يفتهمون؟ الله اكبر عليك ابو عمر، بالله عليكم. قال الصحابه ما يفتهمون، لا شلون تاخذون منهم السنه والحديث؟ بالله عليكم، رسول الله امامهم يقول لهم اتوني بقلم وقرطاس، يقول ما يفتهمون، يقول نصهم افتهموا ونص ما يفتهم. لا شلون احنا شايلين كل الصحابه والصحابه ثقه، شلون ما يفتهم ثقه؟ رد علي من صلى يوم الجمعه. واخوان، اول نقطه على ابو عمر، مو تقولون ما قال. ها ابو آزر هو شاهد بانه يقول نصف من الصحابه فهموا ونصفهم لم يفهموا. شلون ناخذ منهم دين لما يفتهمون؟ شلون ما ياخذ منهم دين؟ زين، انت تعرف بان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ما يسيطر عليهم. فهاي آية صريحة بالقرآن بأنه رسول الله ما يسيطر، هاي عليه بلغ ولم يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله. الآن قول سؤال واحد، لا تروح يمنى ولا يسرى، هل من صلى يوم الجمعة بالناس؟ تفضل يا حبيبي. أولا فرانسوا ما يريد أن يتشبع ويتشعب بالروايات وبالكلام وبالحوار. أنا عندي من الذي صلى، وعندي متى ولد سعيد بن جبير، لكن هذا ليس بحثنا. نحن برزية الخميس وليس من الذي صلى يوم الجمعة. ولن أتطرق وأذهب عن رزية الخميس، فأنا لست القائل إن الصحابة ما يفتهمون. قلت لك هناك من الصحابة من فهم على النبي ما قال، وهناك صحابة لم يفهموا على النبي ما قال، بدليل قالوا استفهموا، فقال له هو شلون تاخذ دين منهم وهم لا يفتهمون؟ ما انت ايضا عم تاخذ دين من ائمتك وهم ما يفتهمون. مرآة العقول العلامة المجلس 1320 رواية رقم 15. هلا شوف شلون بيعمل بللم. الحديث 15 صحيح، الجزء 13 من الصفحة 100 وبللم. محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن محمد بن حسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتان. شلون تاخدوا دين عن معصوم ما يفتهم؟ كيف أخذتم دينكم عن أبي عبد الله جعفر الصادق وهو لا يفهم ولا يفتهم ولا يدري ما الخفقة والخفقتان؟ لو رحنا على معاجم اللغة العربية طيب ما هي الخفقة والخفقتان؟ هي بللم. سيد أسد، لا روح معك على متى ولد سعيد بن جبير، ولا أذهب معك من صلى الجمعة ومن الذي خطب ومن الذي صلى بالناس. نحن في رزية الخميس. أنت الآن تعترض، تقول إن الصحابة اعترضوا على النبي بنفس المنطق. قلت لك إن ماذا؟ إن علي بن أبي طالب اعترض على النبي، قال أمحو يا علي، قال لا أمحو اسمك من النبوة. طيب يا ناس بالعقل، أليس علي بن أبي طالب واجب عليه أن يطيع النبي؟ بلا لم يعمل هيك. سيقول نعم،
علي يجب أن يطيع النبي. ليش ما طاع النبي ومحى اسمه؟ والنبي يقول يا علي أبيت أن تمحو اسمي من النبوة. سؤالي لك، لماذا علي أبى ورفض أن يمحو اسم النبوة من النبي والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجي أسد كذلك من حقه أن ترد من حيث ما انتهى. تفضل. بالله عليكم هذا من صدر محاور؟ الخفقة والخفقتين هي باللغة بالعربية. لا وقف. الخفقة والخفقتين أراد الإمام أن يرجع على القيلولة. غمضت عيني. شين خفقة وخفقتين يحكي لي بدوي؟ أراد الإمام أن يرجع إلى اللغة العربية لأن تكلم بلغة البادية. خفقة وخفقتين، شين الخفقة والخفقتين؟ تنام عيني. شين خفقة؟ بالله عليكم، يعني هسه أنا اليوم أبو عمر يحكي لي حكاية بالشامي أنا ما أعرفها. حجينا يعني الخفقة والخفقتين هي القيلولة والقيلولتين. القيلولة لا القيلولة النوم، القيلولة الغم، يعني شلون احنا نقول بأنه غمضت عيني. الغفوة والغفوتين. لا غمضت عيني أو نمت كثيرا. أراد أن يرجع على مود الناس تفتهم. جاي يتكلم له بالبادية خفقة وخفقتين، قال له أنا لا أعرف خفقة وخفقتين، يعني أراد أن يرجع. شنو خفقة؟ مثل أبو عمر مثلا تؤبرني، أنا ما أعرف شنو تؤبرني إلا أسأل أبو عمر على مود رجع ليش؟ على لغة العرب. خفقة وخفقتين، فأراد الإمام أن يرجع للغة العربية يا حبيبي. مو ما يعرف الإمام، يعرف بيك شي لو لا الإمام، افتهمت لو لا. المهم صلاة الجمعة من صلاها والله ما أتنحى ولا عمي. الرواية فيها سعيد بن جبير يروي عن ابن عباس، والبخاري يروي عن المتلاقين. سعيد بن جبير متى رأى ابن عباس يروي ويبكي؟ ما بي سؤالي بسيط جدا بالله والله يا أبو أزر. سعيد بن جبير من نفس الرواية مال رزية الخميس. جاوب. علي بن أبي طالب لم يعترض، إنما قال يدي لا تأخذ أن تمسح اسم النبي، والنبي أقر لعلي لم يتكلم كلمة. قال أعطيني إياها يا علي بس، ولا كلمة. رسول الله أقر، وفي كتبنا قال ولسوف تبتلي بمثلها يا علي في معركة صفين. افتهمت له لا؟ اخوان لحد الان حاط له لابتوب والعالم ترسل له وما ادري شنو. لك جاوب كل شيء ما عندك، جاوب كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي. لك انا مرتجي هالشكل لك رزية الخميس الجمعة، هل النبي لغى هذه الجمعة ام صلى؟ بس رد علي. صلى انطيني مصدر، ما صلى انطيني مصدر، من صلى بالناس اعطيني مصدر بأن يوم الخميس صبح الصبح صارت يوم الجمعة، أذن رسول الله صلى الجمعة أو لغاها الجمعة في هذا اليوم. أريد أنا عندي غاية بها يا أبو عمر، ما ليس هاي. وعندك سعيد بن جبير متى روى الرواية؟ أي سنة أخوان؟ سعيد بن جبير سمع ابن عباس يبكي ويقول الرزية كل الرزية. ولماذا تكلم في ذاك الوقت؟ يعني عمر، يا عمر يعني ميت من زمان، والرزية يعني صار لها ما يقارب. تعرف الرزية 50 سنة للرزية. يتذكر ابن عباس يقول للرزية كل الرزية. ليش ذكرها؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ وابن عباس يقول الرزية المصيبة كل المصيبة هو هذا اللي حال بين الكتاب. من هو الذي حال بين الكتاب ورسول الله؟ أبو عمر تفضل. اعمل ميوت مثل ما بيعمل انه نفسك ما بدي اشوفه. اسمعوا طبعا يا اخوان، وقت بنعطيه الالزام من كتبه بيقع بالمآزق. عندما قلنا له
أنت تعترض على الصحابة ما يفتهمون؟ هذا معصومك ما يفتهم. قال ما أدري ما الخفقة والخفقتان. إجا السيد بللم إجا بده يرقع الرواية. شو قال؟ رح أحكي لكم القصة من طقطق لسلام عليكم. شنو قال؟ قال هذه لغة البادية، مثلا حكاية بالشامي أنا ما افتهمها، ما أعرف شنو تقبرني. رح أقول لك شنو تقبرني. يعني إجي أنا لعندك على العراق وقت بتموت وأنا أقبرك تحت التراب، يعني نزلك بإيدي هيك وأقبرك. عرفت شو معنات بتقول لي أنت تقبرني يا أبو عمر؟ إذن حاول أن يرقي على المعصوم. ليش؟ لا لحظة للأمانة، ليش أنت المثل ضربته عليه؟ ليش أنت ما يجي هو يقبرك يعني تقول له تقبرني؟ لا هو اللي بيقول لي تقبرني، أنا ما أقول له، أنا بقول أنت بتقول له؟ شيعي ما أقول له، لا ما أقول له، إن شاء الله بقبره له ما يقبرني. إذا جاء ليرقي على المعصوم، فادعى السيد بللم أن الخفقة والخفقتان هي من لغة أهل البادية والمعصوم لم يعلمها. الله أكبر، الله أكبر. السيد أسد الله علي ينسب الجهل للمعصوم وأسقط عصمة المعصوم، أن المعصوم لا يعلم وأنه عنده جهل. يا ناس يا عالم اشهدوا، أسد الله بللم ادعى ونسب للمعصوم أن المعصوم لا يعلم لغة أهل البادية، فكيف تقولون أنه يعلم 70,000 الحسين 70,000 لغة؟ ما يعلم لغة البادية؟ الله أكبر. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ما تعلمون هدول؟ ليش ما تعلمون؟ جهل على جعفر الصادق. شفتوا كيف بده يرقع للرواية؟ نسب الجهل لجعفر الصادق، إن جعفر الصادق ما يعلم لغة البادية. إذن لو جاء أحدهم من البادية فقال يا أبا عبد الله أريد أن أسألك بمسألة درجن 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 درجن، فقال أبو عبد الله هيك رح يقول له شوفوا لي هذا شو عم يحكي، أنا ما عم بفتهم عليه، هذه لغة البادية، فسروا لي ترجموا لي. المعصوم عند أسد يحتاج إلى مترجم يترجم له لغة أهل البادية. كيف معصوم ما يعرف أهل لغة البادية؟ كيف لغتهم ما يعرفها؟ شفتوا كيف؟ إذا لا تقول لي الصحابة ما يفتهمون. قلنا لهم الصحابة اعترضوا، هل النبي وافق اعتراضهم ولم يكتب الكتاب؟ ناس قالت له على حسب مفهومه إله، الصحابة قالت له ما نريدك أن تكتب الكتاب. وافقهم أم خالفهم؟ وافقهم، ومات النبي ولم يكتب الكتاب. جاء مين؟ علي، قال له النبي امحها يا علي، قال ما امحوها. اعترض علي أم لم يعترض؟ اعترض. هل وافقه النبي ولم يمحوها؟ عارضه النبي فمحاها النبي. فكيف أنت الآن تعترض على من وافقه النبي ولم يكتب الكتاب، ولا تعترض على من خالفه النبي وكتب الكتاب؟ سؤالي وحاجتك يا سؤالي عم تجاوب، انت ما تجاوب بالله عليك، بالله عليك خلي يسأل السؤال. طيب حاج ياسر بابا خلي يسأل السؤال بالله عليك، خلي يسأل ان شاء الله طيب. ان شاء الله. طيب حاج ياسر قبر مشهداني. طيب خلي يسأل سؤال. جابر بن عبد الله الأنصاري. خلي يسألك. لحظة حاج ياسر اسأل. لا هو ما جاوب، مو مشكلة أسد. حلو. الخفقة أسد بابا هذول ناس مو ما يعرفوا. طيب حاج أسد شوف أنا مخلي شوف الحوار بينكم ترى، اسمعني، مو صار من الحوار بينكم مؤقت، وحتى الوقت ماني حاطه امامكم ترى، حتى تفهموا انه هو صديق من كان. لحظه لا صديق يعني. لحظه ما تقول لي من كان. طيب اعطي الزامك، حتى الوقت تراني مو عاطيه لكم، مو حاط لكم الوقت. الزامي يا سيد فرانسوا يا 252. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، علي من المؤمنين، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما هو إلزامك؟ سؤالي
سؤالي، لماذا علي بن أبي طالب كان له الخيرة من أمره ورفض أمر النبي ولم يمحو اسمه من الكتاب؟ جميل جواب. جميل جدا. تفضل حجي أسد، الله يبارك فيك. قال لك أنت طبقت هذه الآية وأسقطتها على الصحابة ولم تلتمس لهم أي عذر، أصابوا أم لم يصيبوا. افتح الكتم، افتح الكتم. قال لك طبق الآية على ظاهرها على مسألة الإمام علي. تفضل. نعم. أولا هذه الآية قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب الكتاب. لماذا رفضه عمر؟ أنا راح أقول لك هذا الكتاب يختلف، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة النور ماذا قال؟ الله لا تجعلوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. شلون يا رسول الله؟ قال لا تقولوا يا محمد. فإذا قضى الله فالله مقدم على النبي، فعلي بن أبي طالب عمل بهذا. والله لنعل بليسك، هاي ما يعرفها لحد الآن، ترى ما حد يعرفها، ولكن أنا خاطر تأبرني راح أقول له يا خاطر أدفن بقبر مشهداني. الله سبحانه وتعالى يقول، ابن عباس يقول قال الله تفسير الآية لا تجعلوا النبي اسم محمد أبو القاسم، قولوا يا رسول الله. فعلي بن أبي طالب امتثالا قضى الله، هذا قضاء الله ورسوله، فقضاء الله مقدم على قضاء رسوله. وكلها يا أبو عمر الشامي. شوف على السريع لأن جويهل جاهل، أنا أعرفك من زمان، من كنت تتابعني. اسمع، من صلى بإخوان لحد الآن بدون شخصا، الله يبارك فيكم، حتى نخلي الحوار رايق. صار له ساعة يريد يدفني وانت ساكت. هو قال لك تؤبر، انت قلت له تؤبرني. هو قال لك يا اخي انا اجي واؤبرك. شوف يعني سني. لا يعني اكو شيء انا وابو عمر من زمان، ترى مو اليوم. المهم ابو عمر، هذه بسورة النور آية 63 عود حلها وفسرها من ابن عباس، يقول لا تجعلوا دعاءكم بينكم كدعاء الرسول. يعني شنو؟ لا تقول يا محمد، وأنت قلت أطيع الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله. هل علي بن أبي طالب مقدم قول النبي لو قول الله؟ إذن ابن عباس استعمل هذه الآية، يقول لا تقولوا محمد، والنبي قال يا رسول الله لا تأخذ يدي. الآن لماذا من صلى الجمعة سعيد بن جبير متى سمع ابن عباس يبكي ويقول الرزية كل الرزية؟ والله ما أطلع منها أبو عمر إلا تقولها. الآن أطحت بالصحابة وقدام المشاهدين وسجلوها عليك بأنك قلت بأن الصحابة ما يفتهمون، منهم من يفتهم ومنهم ما يفتهمون. شلون نسلم رقابنا بناس ما يفتهمون النبي قدامهم ما يفتهمونه؟ يقولوا لهم آتوني بقلم وقرطاس، ما افتهموا. مو يقول لك ما قاله عمر، قل ما قاله عمر. تعرف شنو ما قاله عمر؟ يعني افتهموا قول عمر وما افتهموا قول النبي، لأن قال حسبنا كتاب الله باقي هو النبي يقول. اي فالآن رديت لك على هاي بأنه رسول إذا قضى الله قضى بأنه لا حد يقول محمد. وعلي بن أبي طالب جميل. عيد الآية اللي استشهدت بها، الآية اللي استشهدت 63 من سورة 63 من سورة النور. ليش ما يعرف؟ أول مرة من سورة نعم. جميل. لا تجعلوا دعاءكم، لا تجعلوا دعاء الرسول يعني تدعي الرسول تقول له محمد أبو القاسم. لا الله نهى عن هذا الشيء. يقول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. عندما تقول يا علي يا عمر، لا رسول الله يجب أن تقول يا نبي الله يا رسول الله، وهذا من التعظيم لنبيه صلى الله عليه وآله. الآن رد له على الروايتين، سعيد بن جبير ومن صلى الجمعة. يلا أبو عمر على السريع. أبو عمر كذلك من حقه للأمانة رد عليه، بما أنكم أنتم تفرعتم حقه كذلك انك ترد عليه. سعيد بن جبير وصلاة الجمعة، مو سيدنا ابو بكر صلى الجمعة
ذاتي أكيد يعني هو اللي أمره رسول الله أن ما ظنيت أنها فيها علم اليدني، والله أعلم. رسول الله هو الذي أمره أن يؤم الناس. تفضل رد عليه. خالتي أم عبد الوهاب الحموية زايرتنا هلا وعم تسمع المناظرة، وقت سمعت إنه رده لماذا علي لم يمحو جلب آية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم إلى آخره، فسمعتها من الغرفة الثانية هي وعم تشرب قهوة، قالت لي قل له لا أسد إن شاء الله بإبرك على هيك جواب، إن شاء الله بإعدمك على هيك جواب. هذا جواب بدك تقابل الله فيه. لخالتي ما عنده غير هالجواب. الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ماذا فهمنا من هذه الآية؟ الله يخاطب الصحابة لا تقولوا للنبي يا محمد كما تقولون يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي، ولكن قولوا يا رسول الله، لا تنادوه كما تنادوا من؟ تنادوا بعضكم بعضا. ولك شو دخل هي الآية بأمحها يا علي؟ لكن هي الرواية صعبة عليهم، صعبة عندما يقولون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لماذا الصحابة كان لهم الخيرة من أمرهم؟ نقول لهم النبي وافقهم عندما اختاروا من أمرهم، وافقهم ولم يكتب الكتاب. لكن إذا أتينا إلى علي هل وافقه النبي عندما قال لا أمحوها؟ ما وافقه النبي، قام النبي ومحاها. اعتراض علي ما قبله النبي، اعتراض الصحابة قبله النبي. ردوا على اعتراض علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتراض علي. لسه ما ذهبنا إلى حديث المنزلة عندما اعترض عليه النبي، اعترض علي على النبي عندما خلفه على النساء والصبيان، فجاء علي بن أبي طالب إلى النبي قال أتخلفني على النساء والصبيان؟ اعترض ما قبل، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ طيب خاطر النبي، طيب خاطره. ليش؟ لأنه وجده اعترض وما يجب عليه أن يعترض. خلص خلفك عن النساء عن أطفال لحالك بالمدينة، ما كان من الواجب عليك أن تعترض، لكنه اعترض. لكن النبي قبل اعتراضه، لأنه إذا اعترض صحابي يفهمه النبي لا يخرج عن دائرة الإيمان ولا عن دائرة الإسلام. أنا ما أذهب معك. متى ولد سعيد بن جبير عندي؟ ويكيبيديا وغيره وغيراته. من صلى عندي؟ إن أنا ما أخرج من رزية الخميس وما أخرج من إلزامي. سيد أسد عقيل بللم. الآن ما همك أنت من صلى يوم الجمعة؟ نحن في رزية الخميس، كل الإلزامات. الآن ألزمتنا برفض الصحابة، تفضل يا أسد إلزامنا لك. أليس من الواجب على علي أن يمتثل بأمر النبي عندما قال أمحو يا علي؟ أليس النبي لا ينطق إلا بوحي؟ أمحو يا علي. أوجز. نزل جبريل قال للنبي لحظة لا قلت اجزء ما فيش وقته. لحظة أبو عمر، سؤالي. شوف سعيد بن الجبير هو فاقترح لأنه إحدى لك يا أبو فرانس سؤالك لسه أنت اللي بتقول لا تقفز من هون يوم الجمعة. لحظة يوم الجمعة، لحظة حبيبي أبو عمر، يوم الجمعة ليس داخل في الطرح، أوكي؟ ما عندك الحق إنك ما ترد. لكن سعيد بن الجبير إحدى رواة حديث شو بده من سعيد بن جبير؟ حقه هنالك رجل من رواة الحديث. شو سؤاله عن سعيد بن جبير؟ شو سؤاله؟ انت جاوبه. قال لك متى ولد سعيد بن جبير؟ طيب لا اعلم متى، والله لا اعلم متى ولد. خلاص انتهى، جميل جدا، خلاص انتهى. يعني وين الاشكال؟ هو يعلم واحدة هو ابن ابي عمير، محمد ابن ابي عمير يعلم متى ولد؟ سيقول لا ما اعرف. أخرج لي متى ولد محمد ابن أبي عمير الذي نزل ترك نسي الخامس. رواية الرزية. أعطي إلزامك الآن. إلزامي وهو أنتم تقولون إن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نزل جبريل، قال جبريل للنبي يا نبي الله قل لعلي أن يمحو اسمك من النبوة. علي قال والله لا أمحوها. سؤالي لك، لماذا علي بن أبي طالب
رفض أمر الوحي بمحي اسم النبي من الكتاب. لماذا علي رفض أمر الوحي بأن يمحو اسم النبي من الكتاب؟ جميل، تفضل معك السؤال المايك. مفهوم. طيب حجي أسد، لحظة بس جاوبك على لحظة، نصف العلم لا أعلم. رزية جاوبك على الخميس. لحظة، جاوبك على الشق الأول. صلاة الجمعة لا تعيد تكرر، لأنه ما دخلناش في يوم الجمعة، نحن دخلنا في يوم الخميس. حقه أنه يعترض، حقه والنبي يعترض صلى الله عليه حقه وآله يعترض. صلى لو ما صلى. حجي أسد، نحن نتكلم في رزية الخميس، حقه أنه يعترض. ليش ما يجاوب يوم على الجمعة. سعيد بن جبير؟ قال لك لا أعلم. جاوبك، قال لك لا أعلم. شنو قال لك؟ أخوان لا يعلم، أنا راح أعطيه تفصيل كامل. هذه الكتابة حدثت فيها حادثة بأن علي بن أبي طالب عليه السلام قال يا رسول الله لا أستطيع أن أمحو اسمك رسول الله من التعظيم. ماذا قالوا علماء؟ من التعظيم علي بن أبي طالب. طيب هو تعظيم. النبي أقر لهذا، ولكن اسمع، ابن حبان في صحيحه بمسند بحديث صحيح يصحح شعيب الأرناؤوط الحديث 4872 بنفس الحادثة. عمر يقول لما تعطي الدنية، يعني يقول له الخسة ان النبي يا الأعظم ما يمسح اسم النبي. لو عمر اللي يقول له لما تعطي الدنية يا دوني، يقول للنبي دوني، لماذا تعطي الدنية من الدين؟ والرواية الثانية في ابن حبان 4872 خلي يسجلها واسنادها صحيح، بأنه يقول بعد هاي المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يقول بأنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية في 10 من أصحابه، فقال عمر والله ما شككت منذ أسلمت إلا اليوم. النبي مو محمد، مو نبي. افتهمتوا؟ ما شككت. عمر يشك بالنبي، لكن انت تحكي علي ما شك بالنبي، علي عظم النبي. وعمر يقول ما شككت بالنبي إلا اليوم. اخوان منذ اسلمت ما شكيت الا اليوم. والروايه الثانيه في صحيح البخاري يقول لما تعطي الدنيه من الدين، يعني يقول للنبي انت دوني. وهذا جايني يقول لي ابن عمير متى ولد؟ سنه 217. اطلع لك اياها راسا من الجوجل. انت عاقل مخبط. اخوان سعيد بن جبير ولد سنه 45 للهجره. كم يراد لأن يروي الحديث وهو تلميذ ابن عباس؟ يراد فد 15 سنة أو 16 سنة بمقتل الإمام الحسين. وجاء الخبر لابن عباس بكى وقال الرزية كل الرزية. ليش؟ شو العلاقة الحسين بالرزية؟ لأنه رسول الله قبل 75 يوما قال إني تارك فيكم الكتاب والعترة. عندما قتل الحسين قال حسبنا كتاب الله ما نريدهم العترة. افتهمت اخوان ليش انا اصر؟ لانه سعيد بن جبير ولد سنة 45 تلمذ على يد ابن عباس. اذن الحادثة في مقتل الامام الحسين عليه السلام. قال الرزية كل الرزية ما حال بين كتاب الله. وعمر شك بالله ورسوله، وهذا جايني يقول لي علي ما محاها. لك يا الكفر طلع من الاسلام قبل قليل. انا كنت وياك قلت لي شك بالنبي يطلع من الاسلام انت وابو ادم. طيب اسد للفائده. نعم. استفسار. نعم. هل هذا استقراء وربط يعني بسهام اوكي لتاريخ ولاده ابن جبير والى اخره؟ نعم. ام هنالك كتب تنقل هذه الواقعه ان ابن عباس، ولا استقراء من عندك؟ ولا واحد. ابن عباس ولد سعيد بن جبير وتتلمذ على يده. انت هسه الانسان يكون عقل عنده. ابن عباس متى سمع سعيد بن جبير متى صار تلميذ لابن عباس؟ يراد له يبلغ الحلم. ايش قد 16 سنه او 16 سنه.
يعني عندما سمع ابن عباس وقال وكان يبكي على شنو؟ غير انقتل الإمام الحسين ويبكي عليه، وقال الرزية كل الرزية. إذن ابن عباس الوحيد الراوي سعيد بن يعني جبير. ابن عباس ما كان يبكي على رسول الله وعلى الواقع، كان يبكي على الحسين. لا، بكى مرتين اخوان بالاحاديث بكى. لا جاي يستفهمني مو يمك. الروايه عمر شك بالنبي، صحيح ابن حبان والسند صحيح. اخوان شعيب الارناؤوطي صحح السند بانه يقول بواقعه الحديبيه والله ما شككت الا اليوم منذ اسلمت. شك بالله ورسوله. ما هو الزامك؟ يلا الالزام اخوان من صلى يوم الجمعه. لا خارج الموضوع. قال لك اعترض. شنو؟ تريد انت تقول قول. اي اقوله كله اقوله عادي. كله اقوله ماكو مشكله عادي، لكن هو يعترض. نعم يوجد عندي شغلتين. عندك ابن عمر بن الخطاب قال مقولتين، واحدة شككت بالنبي، مو نبي، ما شككت إلا اليوم بإسلامي، منذ أسلمت ما شككت إلا اليوم. صلح الحديبية علي بن أبي طالب ما شك، ولكن رفع من قدر النبي قال هم رسول الله غصبا عليكم. بالعكس هذا رفع من مقدار النبي. إلزامك انت. إلزامي عمر كيف يشك برسول الله وكيف يقول للنبي دوني. تفضل. طلب رواية من صحيح الإمام ابن حبان رحمه الله أنه قال عمر بن الخطاب ما شككت منذ أسلمت. هذه الرواية أوردها ابن حبان عن محمد بن المتوكل بن أبي السري، ونفس الرواية موجودة في صحيح الإمام البخاري، لكن الإمام البخاري ما ذكر لفظة ما شككت منذ أسلمت. لماذا لم يذكرها البخاري؟ لأنها من وهم وخطأ محمد بن المتوكل بن أبي السري. يقول في كتاب الكمال في أسماء الرجال في ترجمة محمد بن المتوكل بن أبي السري، يقول وقال ابن أبي عدي هو كثير الغلط. يقول في كتاب نثل النبال بمعجم الرجال 361 يتكلم عن محمد بن المتوكل بن أبي السري العسقلاني، قال صدوق له بعض ما ينكر عليه، وقال الذهبي له أحاديث تستنكر. زاد فيه محمد بن المتوكل عنده غرائب وأفراد لينه أبو حاتم الرازي. وقال ابن عدي كان كثير الغلط. وقال الذهبي له أحاديث تستنكر. أقول لو زاد ابن المتوكل وهذه حالة على هؤلاء زيادة فجدير ألا تقبل منه. شفت الأكاديمية كيف من ضعف ولو لفظة ما جلبها البخاري، لأن البخاري يعلم بأنها لفظة منكرة تفرد بها محمد بن المتوكل بن أبي السري وهو كثير الغلط والخطأ. لا تطفر ما أذهب لا إلى يوم الجمعة ولا إلى سعيد بن جبير. استقراؤك باطل. أن سعيد، شوفوا شو قال، سعيد بن جبير ولد 55 54 بده فت 15 سنة حتى يروي، صاروا 60 61 65 بعد موت الحسين، واستقرأ السيد عقيل بللم. ومن الذي أدراك أن ابن عباس ما حدث بها قبل أن يخلق سعيد بن جبير؟